مكان مليان غموض والبشر ممنوع يروحوه. المكان ده فيه مخلوقات غير البشر وبتتحكم فيه ناس هدفها السيطرة على العالم ده، غير ان هناك في اهرامات زي بتاعتنا بالظبط. والصدمة الكبيرة ان هتلر منتحرش، ده راح واستخبى هناك وعمل قواعد عسكرية. أنا بكلمك عن قارة القطب الجنوبي أو الانتاركتيكا. أكيد سمعت عن الجدار الجليدي اللي ورا نهاية العالم. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. كان في مستكشف أمريكي اسمه ريتشارد بيرد شارك في عمليات استكشاف كتيرة جدا على سطح الأرض، والكلام ده كان في القرن العشرين. وبعد رجوعه عمل ثورة كبيرة جدا في الفكر لما قالوا إن قابل هناك أشخاص غير البشر عايشين، وهنا كان يقصد الفضائيين، وإنه خلال رحلته اكتشف فتحة في نهاية القارة دي تدخلك على عالم تاني عايشة فيه قوات عسكرية متطورة جدا، وإن هتلر كان مستخبي هناك وما انتحرش. وكان في جدل كبير اصلا على قصة انتحار هتلر، وده خلى الموضوع الناس تركز فيه اكتر واكتر، وخصوصا ان اثناء فترة الحرب العالمية اختفت غواصات نازية تقريبا 14 واحدة وملهاش اي اثر، واترصدت تحركات غريبة للجنود الالمان وقتها بحريا، ويمر الوقت وتكتشف غواصات في الحتة دي من على سطح الارض. فقال لك بس الجنود الالمان استخبوا هنا من عار الهزيمة وبنوا كمان قواعد عسكرية. ايه الحكاية اللي ورا الجدار الجليدي بجد؟ بص، القارة دي حجمها 14 مليون كيلومتر تقريبا، وده حجم كبير، وما فيهاش بس غير 2% من مساحة الأرض ما فيهاش جليد، يعني إنه يعيش فيها بني آدمين أمر صعب. وركز قوي في حتة صعب دي، القارة دي فيها 70% من المية العذبة على كوكب الأرض، أنت متخيل؟ وحصل صراع عالمي عليها من كل دول العالم، كانت كل دولة عايزة تاخدها لحسابها، وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. في سنة 1946 أمريكا بعتت حملة عسكرية ضخمة عشان بس تسيطر على أكبر قدر ممكن من القارة دي، وقالوا إن هدفهم هو بس الاستكشاف العلمي. وبعدين حصل خلاف ما بين انجلترا والارجنتين على اماكن في القاره القطبيه الجنوبيه، وبعدين يدخل في الصراع ده دول تانية زي تشيلي، وفجأة الموضوع يكبر لحد سنة 1959 أكبر الحكومات ابتدوا يتجمعوا في واشنطن علشان يحطوا حد للعركة دي، وتتحط اتفاقية تقسم القارة دي ما بينهم، وطبعا كل واحد على قد قدره وحجمه الدولي. ووقعت الاتفاقية دي 12 دولة، وطبعا أهمهم أمريكا والاتحاد السوفيتي، وكانت عبارة عن شوية بنود علشان بس تنظم الدنيا دي ما بين الدول على القارة. ومن ضمن الشروط إنه في حال اكتشاف أي معادن هناك مش هتطلع قبل 50 سنة، وإنها بس مكان للبحث العلمي، وإن كل دولة هتشارك نتائج البحث مع الدولة التانية، وما يكونش هناك في أي تحركات عسكرية. ومشيت الدنيا على كده لحد سنة 1977 الأرجنتين بعتت ست حامل هناك عشان تولد طفلها ويكون أول بني آدم اتولد على الأرض دي، وبكده تعزز وجودها هناك. وعملت دول تانية نفس الكلام وبعتت أزواج يعيشوا هناك، وفي دول بنت هناك كنايس ومدارس، وطبعا من ضمنهم روسيا. وده خلى العالم كله يركز إنه إيه اللي في المكان ده علشان الجماعة دول يتخانقوا عليه، وده خلى النظريات اللي حكيت لك عنها إن الناس تصدق الكلام، بل بالعكس دي تزيد كمان عليها، لأن مستحيل تكون في دول بتتخانق على حتة أرض فيها شوية تلج وبطاريق وحيتان. اللي عايزاك تكون فاهمه كويس قوي إن المكان ده مش زي اللي بتقالك عليه، وإن مفيش حد بيروحه، وإن ممنوع البشر يروحوه. بالعكس الطواقم الاستكشافية هناك عايشين عادي عشان أغراض البحث العلمي، وعددهم 4000 شخص تقريبا. ده غير إن في سياح هناك، يعني السياحة هناك موجودة وتقدر تروح عادي جدا، بس الموضوع بيكون صعب شوية بسبب إجراءات الورق، وإن لازم دول المعاهدة توافق بده، وعشان كده بتنظم شركات بتضم دول المعاهدة علشان تنظم السياحة هناك. فبكده أكون قلت لك ما وراء الجدار الجليدي أو جدار نهاية العالم. وطبعا القارة دي مهمة جدا في توازن الكوكب اللي احنا عايشين عليه، وده سبب كفاية ان الدول دي تكون حريصة على انها تثبت وجودها هناك، وهي ارض ملهاش صاحب. يعني قولي انت في الكومنتات ايه الحاجة اللي عايز تعرف ما وراها، ولو كنت على الفيسبوك اتأكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب اتأكد انك عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.